فاكرين لما طلعت وقلت لكم قبل كده ان امن الدولة جهاز ما فيهوش راجل، وجهاز الرجولة ما عدتش من قدام دار واحد فيهم، وكلهم عصابة بتحمي ديكتاتور مجرم، وهو جهاز ضلالي ويجب محاكمته محاكمة شعبية في قلب الشارع، كل واحد في مكانه. انا قلت الكلام دوت في فيديو قبل كده. النهاردة بيطلع المقدم ماجد عثمان من الامن الوطني. اسمع بقى بيقول يا باشا. المقدم ماجد عثمان. رسالة للسيد رئيس الجمهورية، السيد ولي الأمر. يا ريس، احنا طالب من حضرتك رفع الظلم عن الناس، عن الناس المظلومين والظالمين برضه ومرتكب الظلم. احنا يعني خايفين من الله سبحانه وتعالى. انا عن نفسي، انا هتكلم عن نفسي خلاص، مش هتكلم عن حد. انا خايف من الله سبحانه وتعالى. الظلم بقى كتير، قيادات عايزانا 24 ساعة، يعني ظلم بطريقة بشعة، يعني بلغ الظلم. كفاية كده. هو لما يطلع مقدم في الأمن الوطني يقول كلمتين، مش لازم أخليه يكمل الفيديو كله. كفاية كلمتين ثلاثة من اللي قالهم بس. وطبعا هو ترند، ومصر كلها والعالم كلها شافته. مش أنا أول واحد يعني بعرضه ولا بدور على ترند ولا الكلام ده. أنا الهدف إن أنا قلت في فيديو قبل كده: جهاز الأمن الوطني في مصر جهاز غير شريف، جهاز مجرم، جهاز بيحمي الفساد في مصر فقط، ملوش دعوة بالمواطن. هو بس شغلته يقمع ويقهر ويضعف ويجوع المواطن ويخفيه قسريا. وفي نفس الوقت من الناحية التانية هي نفس الضباط عندهم استثمارات في أمريكا وفي دول بره، بتستنفع من الفلوس بتاعت المصريين على قفا الغلابة. وجهاز مجرم، جهاز ما جابش راجل. ادي مقدم من قلب الامن الوطني طلع قال اللي هيقابل بيه ربنا، رجع قال اللي هيقابل بيه ربنا، فعرف ان هو هيخش قبر وهيتحاسب على الناس اللي جاعت والناس اللي اتعذبت في الأقسام عندهم، والناس اللي اختفت من أهاليها قسريا، وبيع الأصول المصرية للخليج والخيانة والعمالة رجع